هذا واحد من المتابعين من دولة عربية، اتوقع من اليمن، تحية لاهل اليمن. فيقول القصة صارت، الواحد يقرب لي ولد خالته او شيء، يقول والله العظيم يا وليد القصة بالحرف الواحد، هذا ولد خالتي اللي نفترض اسمه عبد الله، يقول عبد الله حكى لنا القصة. يقول يوم كنت في السعودية، يقول انا في طريق سفر، وقفوني 3 سعوديين، نبيك توصلنا للنقطة الفلانية، يعني المكان فيه تكاسي وكذا اللي يركبون منه عشان يوديهم إلى منطقة ثانية، فيبونه يوصلهم إلى مكان شو اسمه، مكان التكاسي والدول اللي يودون المناطق ثانية. فقال لهم اركبوا معه. وهم في الطريق، هذا عبد الله اللي يسوق كان مشغل الجوال حقه على البلوتوث، لأن أمه اتصلت من اليمن، فكان مشغل في المسجل ويطلع الصوت، يعني يسمعون الناس اللي موجودين. بدأت أمه تتكلم، كيف حالك يا ولدي؟ طيب. قال الحمد لله. قالت يا ولدي أنت عارف الحين إيجار بيت والكهرب والموية وصرفة العيال ومدري وش وكذا، ما عندنا شيء وما لنا إلا الله ثم أنت. فهو يقول والله يمه ما معي حتى حق البنزين، بس خليني أوصل، معي ناس بنزلهم وإن شاء الله ربك يفرجها. طبعا أمه تتكلم، هذول يسمعون. ويوم قال الكلام هذا، أمه على طول دعت له، الله يوفقك ويرزقك ويسعدك ويفرج همك ويفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب. قامت تدعي له. وهذه من أهم أسباب نجاحك وفتح الرزق لك، طاعة والديك وإنك تكسب رضاهم، وفي نفس الوقت تفرج لهم همهم، أي شيء يطلبونه حتى لو ما عندك، أهم شيء تكسب منهم دعوة. شوف اللي صار، خلاص قفلت أمه وهم في الطريق، ال3 ذولي قاعد يسولفون، سمعوا وضعه إيجار وزي كذا، فقالوا للسواق إيجار البيت والأشياء هذه كم تكلف؟ فبدأ يقول لهم الإيجار كذا وهذا كذا كذا. في ال3 كلهم قالوا خلاص الأشياء هذه إحنا بنتكاسبها، ودفعوا له المبلغ اللي يعطي أمه عشان تخلص الأمور هذه كلها، من إيجار بيت ومن صرفه ومن موية ومن كهرب والأشياء هذه كلها. فهو حاول يقول لهم لا ما أدري إيش، قالوا والله خلاص الموضوع منتهي، يكفي إنك أنت بار في أمك، فالله يخليها لك وكذا. انتهى الكلام، وصلوا للمواقف ذي حقت التكاسي والأشياء ذي، وقفوا وانزلوا. فعبد الله مشى، بعدين وقف في مكان ما أدري بقالك، المهم قاعد يشوف السيارة، إلا فجأة يشوف بوك طايح. يفتح البوك، إلا والله أكثر من 5000 ريال سعودي، وبطايق وكذا حق واحد من اللي موجودين اللي كانوا راكبين ورا. فأخذ البوك هذا يوم شاف الأشياء هذه، يعني الشيطان قادر يقول له يا رجال 5000 ريال، ولا يلا بس عيش نفسك فيها وخذها وما عليك منهم، وهذا أصلا اللي طاحت منه وش وانت وصلته، لا يعرف اسمك ولا عنده رقمك ولا عنده أي شيء، ما يعرف شيء. لكن شوفوا الحاجة اللي سووها معه، يعني اللي وقفوا مع الوقفة هذه، وإنه إحنا بندفع عنك، سبحان الله. قال لا هذه أمانة ولازم ترجع للرجال. كيف يسوي؟ تخيلوا، مع أنه كان عنده شغل، رجع للموقف نفسه، مع أنه مشى مسافة بعيدة، رجع للموقف نفسه بعد يمكن 2 أو 3 ساعات، وانتظر. قال لعل وعسى هذا الشخص يرجع للمواقف، يقول بشوف كاميرات ولا شيء وبروح للشرطة، والشرطة بيجيبوا لي أو المرور يجيبوا لي رقم الرجال. شفت؟ فلعله يسوي هذا الشيء، أو يرجع المواقف يدورني زي كذا، فأنا بسوي السبب وبجلس، أنا ما أعرف رقمه ولا أعرف شيء والله. وينتظر، تخيلوا لليل، إلين ما جاه النوم وانسدح في سيارته عند المواقف، نفس المكان اللي نزل هذا ال3 في الموقف ذا. على جية مين؟ جية هذا صاحب ذا، رجع للمكان يبغى يشوف، يمكن يلقاه، يمكن شيء، يمكن الرجال يجي المكان. في يوم شاف السيارة ما صدق ويطق القزاز،